خد بقى من الفكره بتاعت ان هل في الاهلي حضراتكم برضو احنا منتظرين الكلام ده. يلا اتفضل يا استاذ جمال. متوافق مع الراي ده ان الاهلي فيه سوء تخطيط وانه ما فيش تخطيط وانه هناك انفراد بالراي من قبل الكابتن محمود الخطيب؟ هو الكابتن الخطيب هو مشرف على الكوره، واخد بالك، فلازم كل قرارات الكوره ترجع ليه وترجع ليه وهو يقول الامر النهي. ماشي. ولنا في تجربه الكابتن محمد رمضان اللي احنا يعني عديناها كده بسرعه وعمرنا ما اتناقشنا لماذا استقال محمد رمضان من اداره الكره في الاهلي. يعني ما وقفناش عندها في اي مره من المرات. محمد رمضان جه مره ومشي وخلاص على كده. طيب قول لي حضرتك متوافق مع وجهه النظر دي ولا لا؟ لا انا متوافق جدا ان الاهلي ازمته الحقيقيه ان لازم الكابتن الخطيب يعمل خطوتين بعيد عن الكوره، لان ملف الكوره هو اشتغل فيه كتير انما ما وفقش لان هو عنده يبقى موجود وحد ثاني يتكلم. ايوه ليه؟ اصل الاداره حاجه والنجوميه حاجه، ان تكون ملكا شعبيا شيء وان تدير مؤسسه شعبيه. الاداره دايما فيها واحد يحبك كم من النجاحات على المستوى الانشائي والمستوى الاداري والمستوى البطولات والحاجات دي كلها. هل النهارده هنيجي نتكلم على كابتن محمود الخطيب يقدر يدير ولا ما يقدرش؟ اقول لك على حاجه اول مره اقولها. واحد قريب جدا من الكابتن قال له حل فرقه الكوره 2. ده الكلام ده مش دلوقتي، ده الكلام ده من شهرين. سيد عبد الحفيظ او حسام غالي. طيب هاخد راي الاستاذ محمود. انا بقول لك يعني ايه ماشي. واحد قريب قوي منه قال له لا اما كذا كذا، هو لا هيجيب ده ولا هيجيب ده، لان بشكل شخصي الخطيب ما بيحبش سيد عبد الحفيظ ولا حسام غالي. انتوا عايزين نتكلم مع اتكلم انت على القهوه، خد راحتك. انا عايز خد راحتك. ولا بيحب وهتشوفوا في الانتخابات الجايه القايمه هتبقى كده مش هتبقى فيها حسام غالي. كده تيجي تقعد جنبنا استاذ محمود لا ولا سيد عبد الحفيظ. انا انتوا غاويين بقى.